ففي زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، ففي الطريق وجدوا رجلا يحسبوه كافرا، فلما أهموا به اقترب منهم الرجل وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأمسكوا عنه وأمسكوا أسلحتهم عنه، إذن هذا الرجل مسلم ألقى عليهم السلام. لكن رجلا اسمه محلم ابن جثامة كان بينه وبين هذا الرجل شيء في الجاهلية، كان في مناوشات ومشاحنات بينهم في الجاهلية، وهذا الرجل كان معه وطب ولبن ويسوق أغناما، فقتله محلم بن جثامة وأخذ ما معه من لبن ومن أغنام. فلما ذكر الصحابة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لمحلم بن جثامة: اذهب ليستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة، اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة، اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة، لأنه قتل هذا الرجل بعدما علم أنه مسلم. ونزل فيه قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني أنت عايز الحاجات اللي معاه، وعرض زائل، أموال وأغنام، كل هذا زائل، وأنت لم تشق عن قلبه طالما ألقى السلام فهو مسلم. تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني كذلك كنتم كفار قبل ذلك فمن الله عليكم بالهداية وبالإسلام فتبينوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال: اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة 3 مرات، فقام وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه، وكان رجلا طويلا، فلم يمكث بعد ذلك إلا 7 أيام حتى مات. ثم مات، فلما مات وأرادوا أن يدفنوه كلما دفنوه لفظته الأرض، فمرات متعددة كلما دفنوه لفظته الأرض وأخرجته، فوضعوه بين صدين ثم رضموا عليه أو بالحجار. فلما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن الأرض لتطابق على من هو أشر منه، يعني في ناس أشر من محلم بن جثامة، قتل واحد، لكن هناك من فجر الشعوب بالبراميل واستعان بدول فجرت عباد الله عز وجل وشردت شعبه، ومن الممكن أن يموت ميتة طبيعية ويدفن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن الأرض لتطابق على من هو أشر من محلم بن جثامة، ولكن أراد الله عز وجل أن يريكم. أيضا في هذه القصة أراد الله عز وجل أن يري الأمة